أستاذ، هل سياق الموقف يستمع عن الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما سمعتش بهذا الموقف. بالضبط. وأنتم مشاهدينا الكرام، هل سمعتوا بموقف يسار بين الصحابة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما عرفتوش تابعوا حسب اللي نهار اليوم. أهلا والسلام عليكم، معكم أنا إعلامية بن عزوز زهراء صفوان. المدينة المنورة ساكنة، لكنها ليست تكون راحة، بل صدمة لم يعرفها التاريخ من قبل. الوجوه شاحبة، العيون تفيض دمعا، وكل قلب يسأل بخوف وارتباك: أيمكن أن يرحل من كانت قلوبنا تحيا بقربه؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله. عم حزن المدينة، والصحابة في اضطراب لم يعرفوه من قبل، حتى خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال بصوت عالي: من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه، ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. الناس تنظر إليه في ذهول، وكأن الكلمات زادت ارتباكا. وفي ذلك المشهد المهيب خرج رجل واحد، لم يصرخ ولم يغضب ولم يركض، لكنه سار بخطوات واثقة، وعيناه مليئتان من السكينة. يقول بعد لحظات كلمات تغير مجرى التاريخ. في رأيكم من هو هذا الرجل؟ وكيف استطاع أن يغير عاصفة الحزن بصوت هادئ؟ في تلك اللحظة خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خرج إلى الناس وصعد إلى المنبر وقال بصوت يسمعه كل قلب: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عم الهدوء مجددا إلى المدينة. العيون التي كانت تدمع توقفت، والأصوات التي كانت ترفع خمدت، وكأن الهدوء عاد مع أبي بكر الصديق. وهنا تتجلى الرزانة في أنقى صورها. في لحظة عمها الحزن وارتبك فيها الجميع، كان أبو بكر الصديق هو الثبات ذاته. لم يرفع صوته ولم تزلجله العاطفة، بل جعل عقله وقلبه يقودان الموقف. تلك هي الرزانة، أن تملك هدوءك حين يفقده الجميع، أن تختار الصمت حين لا ينفع الكلام. الرزانة هي التي تخرج الإنسان من عبودية الانفعال إلى حرية النبوة في الموقف. تقوم أنت عزيزي المشاهد، أنت هو الإنسان الرزين الذي لا تسمح للأحداث أن تخرجه من وقاره، ولا تدفعه المواقف إلى فقدان اتزانه. في عالم مزدحم بالأصوات، اختر أن تصير هادئة. وفي زمن يموج بالعجلة، اختر أن تكون الخطوة الثابتة نحو السلام. الآن الكلمة لك عزيزي المشاهد، الكلمة الآن لك، والخطوة خطوتك. قل لنا في التعليقات، هل مررت بموقف فقد الناس فيه هدوءهم لكنك اخترت أن تبقى هادئا؟ أخبرنا في التعليقات، وربما تكون كلماتك اليوم هي ما تلهم غيرك غدا.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية منارة الشباب.